ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الفينو بتاع المخابز. اللي ما يعرفنيش او لسه اول مره يتابعني، انا ريهام من جوستو فود. هنعمل النهارده مع بعض الفينو بتاع الفرن بسر اللون بتاعه ده. طبعا كلنا لما كنا بنعمله قبل كده كنا بنحط على الوش بندهنه بيض. وبيطلع مش نفس الشكل بتاع بره. انا النهارده جبت لكم السر من الراجل بتاع الفرن ذات نفسه. بصوا الرغيف ده كان سخن ودهنته كده بالنوتيلا وحاجة كده يا جماعة والله. ما شاء الله، يعني الفينو طلع معايا تحفة والنتيجة أبهرتني الصراحة. هنبتدي مع بعض دلوقتي نقول المقادير. هنجيب البولة بتاعة العجان، وممكن تعجني على ايدك عادي خالص. معانا معلقة كبيرة من الخميرة أو اللي هو الكيس، تمام. ربع معلقة من البيكنج باودر. ربع كوباية مية دافية. ومعانا معلقة كبيرة من الخل، تمام. وهنحط معلقتين كبار من السكر. ده في الأول احنا معانا بالظبط هناخد 3 معالق كبار من السكر، بس هنحط معلقتين الأول مع الخميرة كده. ودي معلقة الخل الكبيرة، وهنقلبهم مع بعض لحد ما يتجانسوا، تمام. هنسيبهم شوية لحد ما نختبر كده ونشوف الخميرة بتاعتنا والتفاعل بتاعها يعني مظبوطة ولا لأ. هنا هي تمام زي الفل. هنبتدي ننزل عليها بالدقيق. معانا كيلو دقيق. انا اول مره اجرب الدقيق بتاع القصر ده، وصراحه نتيجته عجبتني جدا، تمام. حطينا الكيلو بالظبط، وبعدين هحط معلقه السكر التانية، وهنرجع نحطها في العجان. انا هنا دلوقتي هزود كوبايه ميه، كوبايه من الميه الدافيه. احنا استخدمنا كل الميه اللي استخدمناها 2.5 كوباية، تمام. ممكن الدقيق بتاعك ياخد اقل او اكتر، انتي بتضيفي حبة حبة كده، تمام. هنا هنشغل العجان ونعجن العجينة كويس، تمام. واحنا شغالين في العجن كده هننزل بقية المية بالراحة. ومعانا كمان ربع كوباية من الزيت، تمام. صراحة الدقيق عجبني. أنا باستخدم أصلا دي ربع كوباية الزيت اهي باحطها. أنا باستخدم أصلا في الدقيق بتاعي الكوثر أو الضحى. بصوا العجينة بتلزق كده، مش مهم، المهم هتطلع معانا حلوة وزي الفل. بصوا العجينة طرية ازاي بعد ما اتعجنت، تحفة. هدهن البولة بتاعة العجان زيت، وهدهن وش العجينة برضو زيت، واحطها فيها ونسيبها تخمر. هتاخد من ساعة لساعة الا ربع، تمام، تخمر. بصوا بقى منظر العجينة وهي بتنزل كده من البولة بتاعة العجان، الله. بصوا انتوا يعني مش هتصدقوا الا لما تجربوا. العجينة طرية جدا جدا جدا، عاملة زي البنبن كده، فاهميني؟ هنا هي عملتها على شكل اسطواني كده طولي، وبعدين هبتدي اقطعها من النص 2 كده، وبعدين اقطعها بقى الكور متساوية قد بعض. لو عايزة توزني على الميزان اوزني، هي حجم الكورة هيبقى من 60 ل65، تمام. عايزة تعملي أصغر من كده ممكن يبقى 45، اللي هو الميني، الفينو الميني، تمام. هنكورها بقى كويس، وهندهن على الكاونتر اللي أنا شغالة عليه ده، هتدهني عليه زيت قبل ما تحطي الكور بتاعة العجينة عشان ما تلزقش منك، تمام. هنلفها كده كور ونكورها كلها ونسيبها ترتاح تاني، تمام. بعد ما تخمر تاني كده بصوا يعني من 10 دقايق لربع ساعة، تمام. هي فعلا خمرت بسرعة. بنطلع الهواء منها كده، وبندهن برضو دهنة بسيطة من الزيت، وبنفردها بالنشابة على شكل ايه، مستطيل كده، تمام. وبعدين هنلفها زي الرول كده بتاع السينابون، رول محكم كده. هو ده بقى اللي بيخلي معانا الفينو ايه، طري وملدن من جوه كده. بصوا بقى، انا اول ما شفت الرغيف بتاع الفينو ده كده اللي انا عملته ده، ايه ده رفيع كده ليه؟ لا انا مش هكمل تصوير. بعدين قلت لا انا هكمل وانا وحظي زي ما يطلع. بس انا عايزه اقول لكم ان صباع الفينو الرفيع ده بعد ما سبته يخمر بقى تحفه. هتشوفوه بعد ما يخمر دلوقتي ويدخل الفرن هيبقى شكله عامل ازاي. انا قلقت الاول الصراحه. هنا الصاج بتاعي برضه هدهنه دهنه خفيفه من الزيت كده،
أو ممكن تحطي ورق زبدة. تمام. وهبتدي ارص عليه الفينو بتاعي بعد ما الفه كده. هلف معاكم كام واحد كده تاني عشان تشوفوا الطريقة بالظبط. لازم نفضي الهواء منه كده بايدينا. تمام. ونشتغل بسرعة، يا ريت نشتغل بسرعة واحنا بنفرد عشان العجينة ما تخمرش مننا تاني وتطلع ريحة. ده بيكون سبب ان الفينو ينشف معانا. فاهميني؟ ونلفه كده محكم كده ونقفل زي ما انتوا شايفين كده. نقفل الطرف كويس ونروله تاني كده بايدينا بحيث ان انه ما يفتحش معانا في الفرن. بس كده جميل كده وزي الفل. تمام. هنجيب واحد تالت عشان برضو نبقى كلنا مستفادين كده من طريقة الفرد واللفة بتاع رغيف الفينو. تمام. وضروري ندهن دهنة بسيطة من الزيت تحت العجينة. تمام كده ونلف. انتوا هتبقوا متمكنين بقى وشاطرين، انا عارفة كلنا شاطرين وستات بيوت زي الفل. وللأمانة الفينو طلع تحفة جدا جدا وطعمه رهيب وخفيف وبيشبع مش زي بتاع الأفران، مش بتاع الفرن كده بتحسي ان انت عايزة تاكلي بدل الواحد 10 لما أول ما بتفتحي في الأكل. بصوا ده شكله اهو كده بعد ما لفيته كان خمر شوية وغطيته بالفوطة وهسيبه يخمر. هنا بقى بعد ما خمر، هو ده بقى السر بقى اللي عمه قال لي عليه في الفرن. راجل كبير كده زي السكر كده، شفته وهو بيبخ فسألته ايه ده يا حاج؟ قال لي بص يا ستي، دي مية فيها زيت وسكر وبنرج البخاخة دي حلو وبنرش الفينو قبل ما يدخل الفرن. هنا كده بعد ما دخل الفرن طبعا بيبقى ساخن على اعلى درجة حرارة عندك. تمام. الفينو ما بياخدش اكتر من 10 دقايق. هنا انا برش تاني بعد ما لفيت الصاج. تمام. احنا بنشغل الفرن 10 دقايق. تمام. الفينو بيدخل 10 دقايق اسفة، بتلفيه بعد 5 دقايق وترشي رشة من البخاخة دي تاني وبتقفلي ال5 دقايق التانيين بيديكي نفس اللون الحلو ده. عايزة تديه لون اكتر تمام ممكن تفتحي عليه الشواية، بس ده للأمانة من غير شواية. تمام. ولما بيطلع من الفرن بترشيه تاني بالبخاخة الحلوة دي وبيطلع معانا الفينو القمر زي الفل ده. بصوا من جوه بقى الجمال والحلاوة دي بأمانة. عجبني جدا جدا وربنا يبارك له عمه ما بخلش عليا بالمعلومة اللي أنا شفتها يعني وما قاليش مالكيش دعوة وكده وده سر الصنعة. الصراحة اتبسطت جدا جدا من النتيجة بتاعة الفينو. أنا لسه عاملاه تاني من قريب من أسبوع. هتشوفوا الفيديو في الآخر في للفينو التاني بتاع من أسبوع لسه عاملاه. صراحة طلع أحلى بكتير بكتير من ده. بصوا ده طري وهش وجميل، التاني طلع أحلى وأنعم. سبحان الله، ونفس نوع الدقيق وكل حاجة. بس عجبني. وعايزة أقول لكم إن كيلو دقيق طلع معايا 30 رغيف. تمام. وكله كبير مش صغير ما عدا ال4 صغننين الحلوين دول الميني دول. تمام. دول بس الصغننين. لكن الباقي كله كبير، يعني تعملي الرغيف على نصين كده تحط في لانش بوكس. انا بنتي كانت مبهوره بيه واصحابها صراحه قالوا لها خلي مامتك تعمل لنا منه تاني. بصوا لا مش هو ده هو نفس الفيديو اللي احنا عملناه بتاع الفينو. شكل وطعم ولون وبيشبع. تحفه تحفه يا جماعه. انا حسيته زي السندوتش بتاع دومتي بس هو احلى. يعني كل اللي كله قال لي لا احلى كتير وبيشبع اكتر. أنا متأكدة إن شكله عجبكم وفتح نفسكم وهتعملوه هتجربوه هتبعتوا لي تطبيقاتكم. محدش بيبعت لي تطبيقاته خالص. هستنى التطبيقات بتاعتكم بقى. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بصوا اللون هايل. ده بقى اللي لسه عاملاه من أسبوع الصراحة. بصوا بقى، بصوا الطراوة رهيب 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 بجد. أنا ريهام من جوستو فود اللي لسه متابعني جديد وما يعرفنيش. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بعمله. يلا سلام.